صباح السعادة. الفيديو ده بقى هتطلعي منه كسبانة. هقولك بقى على الفول. الفول يا بنات من الأطعمة صديقة القلب، حاجة كده بتصاحب القلب. ازاي بقى؟ هقولك على الفوائد بتاعتها. الفول يا بنات نعمة من عند ربنا يحفظها من الزوال. اقدم لك بقى الفول بكام طريقة وهقولك على فوائده، ولو عندك بقى زيت قليل هقولك على طريقة حلوة قوي للبطاطس كمان. زي ما قلنا يا بنات، الفول نعمة من عند ربنا يا رب يحفظها من الزوال. غني جدا بالبروتين والألياف والحديد، فيتامين بي حلو قوي بيه. الفول يا بنات مهم جدا للوقاية من مرض السكر، بيحتوي على أعلى نسبة بروتين نباتي عالي جدا، وفيه نسبة ألياف عالي. وفيه كمان نقطة مهمة جدا أحب أقولها لكم. بص يا بنات، الفول بينشط هرمونات الجهاز الهضمي، بينشط الأنسولين، وبينشط هرمون اسمه هرمون 3 ده يا بنات هرمون الشبع. عشان كده في السحور دايما يقولك لازم طبق الفول، عشان الفول مسمار المعدة، وده لأنه بيفضل فترة طويلة يا بنات في المعدة لحد ما يتهضم. دلوقتي بقى دكاترة القلب بيستخدموه في علاج السكر، هتصدقوا دي؟ يعني دايما ينصحوا بإيه؟ إن المريض بتاع السكر ياكل من الفول عشان فوائده الهائلة اللي قلنا عليه. في هرمون تاني يا بنات بيبقى اسمه BYY، ده هرمون يا بنات مهم جدا لقفل الشهية. وزي ما قلنا هو مش بيقفل الشهية بس، بيفضل فترة طويلة في المعدة فبيتهضم مش بسهولة، بيقعد لفترة طويلة. في هرمون تاني بقى اسمه أميلين. الفول ده بقى يا بنات زي ما قلنا فوائده الهائلة الجميلة اللي قلنا عليها دي، بتحتفظ في الجسم وبتساعد على حاجات كتير قوي. يبقى الفول بقى فيه ايه كمان؟ الفول مهم جدا للوقاية من جلطات القلب، تعرفوا دي؟ تصلب الشرايين، بيخفض الكوليسترول، تعرفوا المعلومات دي يا بنات؟ الفول يا بنات فيه ألياف هايلة جدا مضادة الأكسدة اللي في الجسم، اللي بتقي من أمراض والعياذ بالله السرطان. وكمان بيقي وبيعالج التهاب الأعصاب. انتوا تعرفوا المعلومات دي؟ لا، وزي ما قلنا كده في البداية في حديد فبيعالج الأنيميا كمان. طيب احنا بقى لو ضفنا على الفول زيت زيتون طازة وبيض وليمون وكمون، بصي بقى هتزودوا حلاوة، وهتزودوا كمان قيمة غذائية عالية قوي. وهيبقى فوائد الفول اللي انت شايفاه ده الطبق البسيط ده هتبقى فوائده كتيرة قوي. طيب هقولك ايه، انا كده قلت الكلام اللي عندي، سامعاكي بقى وشايفاكي اللي بتقولي كده بقى ايه، وهتكتبي لي في الكومنت تحت كده وهتقولي لي ان الفول بيرفع معدل او بيرفع مستوى اليوريك اسيد. وطبعا كلنا عارفين ان اليوريك اسيد ده اللي بيعمل النقرس لناس كتير قوي. هقولك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق الله العلي العظيم. يعني ايه يا بنات؟ يعني احنا ناكل باعتدال، اي حاجة ناكلها باعتدال. هناكل عيش باعتدال، يعني ما نبهدلش الدنيا واحنا بناكل. ما تاكليش كمية فوق طاقتك وترجعي تاني تتعبي وتقولي اصل النشويات بتتعبني. ما تاكليش سكريات طول النهار وترجعي تقولي السكر ما عنديش سكر والسكر عيلة عليا. فاحنا ناكل من كل حاجة باعتدال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فوالله والله يا بنات لو اكلنا وشربنا باعتدال ان شاء الله ربنا مش هيجيب لنا اي حاجة تأذينا او تتعبنا ان شاء الله. طيب واحدة تانية بقى هتقولي عندي حساسية من الفول. هرد عليك واقولك حظك بقى، حظك ان انت عندك حساسية. طيب ما تشوفي البدايل زي اللوبيا، زي الفاصوليا، زي الحبوب الكامل، الحاجات دي بتبقى بدايل للفول. عملت الفول بقى يا بنات بطريقتين معاكي. الطريقة الأولى زي ما انت شفتوا كده كانت فول وعليه زيت وكمون وعصرة ليمون. أما بقى عن الطريقة التانية القمر اللي انت شايفاها دي فبتبقى طريقة محبشة حلوة قوي. زي ما انت شفت بقى طريقتها كده عبارة عن بصلة بنشوحها ونحط بقى طماطم وفلفل، وما تنسيش زي ما قلنا الكمون والملح يا بنات على حسب اللزوم، ما نكترش طبعا. الملح بيكون عينك ميزانك. ما كانش عندي بقى زيت فضفت بقى معلقه او قطعه من السمنه او الزبده، وحطيت عليها بطاطس. البطاطس اللي انا عملتها يا بنات اسمها بطاطس بعرقها، يعني بطاطس كده ايه زي البطاطس المكموره، بس ما بقاش عليها اي اضافات غير الملح والفلفل فقط لا غير. فول هايل، وقلنا ان فوائده حلوه قوي وعظيمه،
وهايلة يا بنات، يعني مش عايزين يبقى كل يوم لحمة وفراخ، في بدايل والله حلوة جدا ومفيدة للجسم، وبتمد الجسم والله بحاجات هايلة يا بنات، يعني احنا بجد ما نعرفش القيمة بتاعتها. نرجع بقى للوصفات بتاعت زمان، وزي ما قلت لكم في كل فيديو انا هنا بقى في وصفات الغلابة، جايلك من الزمن الجميل، هقدم لك افكار سهلة اقتصادية وبسيطة وعلى قد الايد، اكلات صحية وفي نفس الوقت اقتصادية. بس طبعا وزي كل فيديو لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش باللايك والشير وكومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة على القلوب وخفيفة على الجيوب، ويا رب تكونوا استفدتوا بالوصفات بتاعتنا. متنسيش البصل ده مضاد حيوي هايل يا بنات. في نهاية الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض.